اهلا بيكم في وورلد فروم هوم، القناه اللي مش بس بتحكي لكم قصص تاريخ لكن بتاخدكم جوه الزمن نفسه. بنفتح معاكم ابواب حضارات، مدن وشعوب، بنحاول نفهم ونقرب منهم ونعرف ازاي كل حضاره فيها اثر، ازاي كل طريق في العالم في الاخر بيصب في الانسان. رحله لاتنين من اهم الحضارات في العالم، اوروبا القديمه ومصر الفرعونيه. مش بس هنشوف أوروبا كانت عاملة إزاي، لكن أهم سؤال: هل كانت في علاقة بين العالم الأوروبي القديم وبين الفراعنة؟ ولا كل حضارة كانت ماشية في طريق لوحده؟ أوروبا القديمة قبل ما أوروبا تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، دول ولغات وثقافات، كانت قارات من الشعوب المتفرقة. في الغرب كان الإغريق، وفي الشمال في شعوب الجرمان والسلتك، وفي الجنوب حضارة روما، وفي الشرق أوروبا كانت لسه في بداية تشكلها. لكن المختلف ان اوروبا القديمة ما كانتش حضارة واحدة، كانت مجموعة حضارات صغيرة، كل واحدة لها لغتها، آلهتها، عاداتها. كانت حضارات بتنمو ببطء وبتحاول تلاقي نفسها مكان على خريطة العالم. وقتها كان في طرف واحد مسيطر على الشرق الأوسط والبحر المتوسط، اللي هو مصر القديمة، مصر الفرعونية. في الوقت ده، في الزمن ده، كانت مصر واقفة على ضفاف النيل، كانت مملكة مستقرة قوية، لها علم، لها جيش، لها فنون وهندسة وحضارة عمرها آلاف السنين، بينما معظم أوروبا لسه في عصور ما قبل التدوين. وده خلق سؤال مهم جدا: هل الطرق اتقابلت بين الطرفين؟ الإجابة أيوة، وبشكل أقوى مما الناس متخيلة. أول خيط اتصال: التجارة. مصر كانت مركز العالم التجارة القديم، من الجنوب يجيلها الذهب والنحاس، ومن الشرق بيجيلها البخور والتوابل، ومن الشمال عند البحر المتوسط بدأت بوادر التجارة مع مناطق أوروبا. في أدلة أن الفراعنة كانوا بيستوردوا القصدير من مناطق في أوروبا القديمة، غالبا من جزر بريطانيا أو سواحل فرنسا، وده لأن مصر كانت محتاجاه لصناعة البرونز. وطبعا القصدير ما كانش يوصل مصر من غير تجارة بتعدي على البحر المتوسط، وده أول جسر بين أوروبا ومصر. الحضارة اللي كسرت العزلة: الإغريق، أول حضارة أوروبية دخلت في علاقة وثيقة مع مصر كانت حضارة الإغريق. الإغريق كانوا مفتونين بالحضارة المصرية، فيهم اللي اتعلم من مصر وفيهم اللي نقل علوم من مصر لبلاده. وعلى سبيل المثال، هيرودوت اللي بيسموه أبو التاريخ قال إن الإغريق اتعلموا من مصر الحساب والهندسة والدين. كمان وجود الإغريق في الدلتا كان قوي، وكان في مواني فيها تبادل ثقافي واضح بينهم وبين المصريين. من التجارة للتأثير الثقافي: رغم إن أوروبا القديمة كانت أبسط، إلا إن مصر أثرت فيها بشكل عميق. المصريين أول من عمل نظام كتابة كامل، وأول من بنى مباني حجرية ضخمة، وأول من طور الطب والجراحة، وأول من صنع الحضارة، حضارة مستقرة لها قانون وإدارة. كل ده وصل لأوروبا بشكل مباشر عبر الإغريق، وبشكل أقل عبر التجارة. معنى كده إن أوروبا القديمة اتعرفت على شكل الحضارات عن طريق الفراعنة. روما والإمبراطورية اللي احترمت مصر. مع صعود روما، مصر بقت مصدر إلهام ورمز للقوة. الرومان نقلوا ديانة إيزيس عندهم، وبنوا معابد على طراز مصري، ودخلوا الفن المصري في النحت والعمارة. حتى بعد ما روما سيطرت على مصر، تأثير الحضارة المصرية فضل واضح في الثقافة الرومانية لقرون طويلة. هل كانت أوروبا ند لمصر؟ بكل وضوح في المراحل الأولى لأ. مصر كانت حضارة ناضجة متقدمة مستقرة، بينما أوروبا كانت لسه في طور التكوين. لكن مع الوقت الإغريق وبعدهم الرومان دخلوا في علاقة تبادل مع مصر، لكن البداية كانت مصر فيها علم وأوروبا فيها فضول. اللي جمع أوروبا ومصر جغرافيا البحر المتوسط. البحر المتوسط ما كانش مجرد حدود، كان طريق، وكان تجارة، وكان معارف، وكان أفكار، تأثير حضارة على حضارة. خلاصة العلاقة: مصر والفراعنة كانوا جزء من تشكيل هوية أوروبا القديمة عبر التجارة والعلوم والطب والفلسفة والهندسة والفن والديانة. ومع الوقت الحضارتين بقوا جزء من تاريخ واحد، تاريخ البحر المتوسط. احنا مش بس بنروي تاريخ، احنا بنحاول نفهم ازاي الحضارات اتقابلت، وازاي اثرت في بعض، وازاي العالم اللي احنا عايشينه النهاردة هو مجموعة من الطرق اللي بدأت من آلاف السنين. احنا مش بس هنتكلم عن العالم القديم والحضارات القديمة، احنا كمان هنتكلم عن العالم الحديث وعن التقدم اللي بتشهده أوروبا دلوقتي. ولكن
انتظروني في الحلقات القادمة.